تخيل معايا واحدة بسيطة من هنا تبقى قديسة مشهورة في أوروبا. في يوم 4 توت اتنيحت القديسة فيرينا. ازيكم؟ كانت القديسة فيرينا في محافظة إنا، التحقت كممرضة بالكتيبة الطبية اللي كانت رايحة في إرسالية لأوروبا، وكمان كانت قريبة القديس فيكتور من أبطال الكتيبة. وبعد ما استشهد كل أفراد الكتيبة بأمر الإمبراطور ماكسيميانوس، سافرت القديسة فيرينا لمدينة أجون عشان تتبرك من أجساد الشهداء وتدور على رفات ابن عمها اللي هو القديس فيكتور. استقرت بعد كده في إحدى مدينة في سويسرا، وعاشت في كهف معروف لحد دلوقتي. كانت بتطلع من الكهف كل يوم، بتروح القرى اللي حواليها وتقدم أعمال رحمة ومحبة للفلاحين والفقراء، وتهتم جدا بتعليمهم زي النظافة الشخصية. بعد كده عاشت فترة في مغارة اتبنت ليها في مدينة زورزخ، وقداستها أثرت جدا في الناس حواليها. ولما اتنيحت، أهل زورزخ بنوا كنيسة فوق قبرها، وحطوا صورة ليها وهي ماسكة مشط وإبريق مية كرمز لخدمتها. لكن الكنيسة والبلدة اتهدوا لما هاجمتهم القبائل، وفي القرن التاسع اتبنى دير في مكان الكنيسة. لحد النهاردة القديسة فيرينا ليها احترام وتقدير كبير في كل أنحاء سويسرا، والكنيسة القبطية بتحتفل يوم عيدها في 4 توت. بركة صلاتها فلتكن معنا جميعا. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب.